ازاي نضاعف كمية عصير المانجا من غير قرع عسل ومن غير اي اضافات مكلفة. تعالوا نشوف احنا هنعملها ازاي بمكون بسيط قوي على قد ايدينا. هنعمل العصير التحفة ده وهنضاعف كمية عصير المانجا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. في الاول دي حباية مانجا زي ما تحبوا، يعني ده المانجايه دي مانجايه زبدة عاملة مثلا نص كيلو ولا حاجة. هقطعها قدامكم دلوقتي وهتشوفوها. ايه اللي هحطه بقى على العصير؟ هجيب واحدة من البطاطا، واحدة كبيرة كده من البطاطا، وهحط عليها نص كوباية سكر طبعا بعد ما اقشرها واقطعها، وهحط عليها كوباية صغيرة من المية، وهسيبها على النار تتسلق لحد ما تعمل سيرب حلو كده والبطاطا تتشبع من طعم السكر. ليه يا خالته هند بنعمل كده؟ علشان يا حبايبي البطاطا طعمها ما يبقاش مختلف عن طعم المانجا، يعني تبقى البطاطا مسخه والمانجا مسكره، فاهمين؟ فلازم البطاطا تتعمل كده زي ما تكون سيرب تقيل، وبتتعمل تتسلق مع السكر وتدينا ايه السيرب التقيل اللي انتوا شايفينه ده، علشان البطاطا لما تندمج مع المانجا ما تبقاش طعمها مختلف عن طعم المانجا. هقطع بقى حبايه المانجا عليها وهاخدها اضربها في الخلاط. لو حسيتوا ان انتوا عايزين تزودوا سكر تاني زودوا، مفيش اي مشكله. هضربها بقى في الخلاط وقدموها بألف هنا وشفا. هتاخدوا احسن عصير وهتضاعفوا الكميه. وتحداكوا لو حد عرف ان العصير ده عليه بطاطا بقولوا خالته هند دي ما بتعرفش حاجه. متنسوش اللايك والتعليق حلو منكم ومتابعه.